السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يوم جديد وفيديو جديد. فيديو النهارده بقى نعمل روتين كده خفيف، يعني حاجات كده من على الوش، هنغير ملايات كده ونظبط الدنيا. يعني مش هنتقل على روحنا كل مرة نشيل بقى ونمسح ونعمل، لا هنعمل كده حاجات ايه، يا دوب نغير ملاياتنا ونلمع كده الخشب ونعمل كل حاجة وايه في السريع كده، نحافظ على الدنيا برضو نظيفة والدنيا رايقة، وما نتقلش على نفسينا في نفس الوقت. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا ما تنسوش نصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحط اللايك الجميل بتاعنا اللي انتوا بتنسوه دايما يا حلوين، وادعوا لاختكم كده دعوة حلوة يا رب بظهر الغيب، واسال الله ان يتقبل منكم ولكم بالمثل ان شاء الله. شوف بقى ايه الروتين بتاعنا النهارده وهنعمل ايه النهارده. تعالوا نشوف. هنا اول حاجة دخلت على الأوضة، قلت بقى ايه اغير الملايات ونلمع كده طبعا من التراب. هي شقق بتبقى نظيفه، بس هو والله التراب اللي بيبقى ايه مبهدل الدنيا. فقلت بقى ايه الفوطه بتاعتي اللي انا ما بستغناش عنها، ايكو واي دي، مش هتكلم طبعا انا عنها كتير عشان انا كلمتكم في كل الفيديوهات منين ما استخدمها اتكلم عليها. فجبتها كده بليتها ولمعت بيها كده الخشب. وبعد كده برضو المراوح، انتوا عارفين المراوح من كتر ما بتشتغل في الصيف يعتبر ما بتفصلش يعني، فتلاقوها لم التراب بقى كده وعملت السواد اللي انتوا شايفينه ده. فطبعا لازم اول باول كده ايه نلمعها. إيه والله يعني انا يعني ما كملتش يومين فعلا واتبهدلت كده من التراب. بصوا التراب دايما الواحد ايده في الحاجه، بس كمان زي ما قلت لكم برضو العفش الغامق دوت اي حبه تراب بيبان فيه على طول. فانا بصراحه ما بحبش الالوان الغامقه دي، بس دي طبعا شقه ماما فمش هاجي اغير لها في الالوان. انا اكتر لون بحبه في الالوان الخشب اللي هو اللون الخشب، تحسوا ان هو اللون الطبيعي بتاع الخشب. فده انا بحبه قوي بصراحه، يعني جميل وشيك، وفي نفس الوقت برضو ايه مش بيبين التراب قوي اذا كان في تراب يعني، بس بيبقى شكله اشيك كده ومريح كمان للعين. بس طبعا انتوا عارفين الناس الكبار دول بيحبوا كانوا دايما بيفضلوا العفش الغامق ده، ما كانش فيه نظريه العفش الفاتح دي عندهم. بس ما علينا يعني. فهنا شلت طبعا السرير الملايات ونضفت كده ولمعت كل حاجه في الاوضه بصراحه، خليتها زي الفل. وبقى ايه نغير الملايات التانية نفرشها. يعني انا موضوع الملايات ده بغيرها كل 3 ايام، الى اني لو سبتها وركنتها 4 ايام كده مش بزود عن كده. بحب ان انا ايه اغير الملايات على طول، عشان طبعا بننام في الصيف بنعرق بتاع، فبتبقى ايه ريحه الملايه كده والمكان يبقى نظيف. فهنا كل 3 ايام او 4 ايام بغير الملايات، غير طبعا كل اسبوع بمسك الشقه كلها كده، او كل 10 ايام بمسك الشقه تنظيف عميق بقى، مسح وتنظيف واشيل سجاجيد وكده وننفض. لكن هنا النهارده قلت لا الدنيا كانت نظيفه، بس قلت اغير بقى الملايات كده ونظبط اي حاجه في الدنيا. والله اي حاجه بسيطه بنعملها، بنغير ملايه، بنغير ستاره، الحاجات دي كلها بتفرق والله في النفسيه وفي الراحه النفسيه وفي العين عامه، تحس ان في تغيير حصل. فابسط الامور الواحد بيعملها وما يتقلش برضه على نفسه، ان انا اغير الملايات والمع كده الدنيا واكنس بالمكنسه. مش لازم كمان، لو في امكانيه ان انت تلمعي كده لمعي، عايزه تشيلي قادره تشيلي ان انت تمسحي الاوضه كلها اعملي. فيعني ما تقلوش على نفسكم، وفي نفس الوقت ايه يكون الدنيا حوالينا نظيفه. بس هنا بقى غيرت الملايات وفرشتها وهشيل بس كده، هكنس بالمكنسه وهلمع بس الارضيه. لا المره دي مش هلمع الارضيه، معلش انا بقول لكم بتلخبط في موضوع دبلجه الفيديو دي. يعني عارفين انا عندي اتكلم على طول في ساعتها في وقت الفيديو، بس طبعا بيبقى فيه حواليا زيطه والولاد بتتنطط وبتاع، انتوا عارفين طبعا الكواليس بتاعه التصوير دي. فما بعرفش اعمل الصوت على طول في نفس الوقت. في نفس الوقت كمان بيبقى فيه فيديوهات كتيره قوي عندي، على بال ما اجي ادبلج بقى للصوت بنسى انا كنت بعمل ايه في الفيديو ده. هنا بقى لميت كده الملايات وقلت طبعا هشغل عليهم الغسالة. هكنس بس كده الاول بالمكنسة. الارض كانت نضيفة ما فيهاش حاجة، فبس ايه يعني بنشفط كده ايه اي حاجة على السجاجيد الفاتحة ديت، ابسط حاجة فيها بتبان يعني. اول باول كده الواحد بيحب يغسلهم على طول ويحب يحافظ على نظافتهم يعني. بس مع الرغم ان هم بيدوا شياكة جدا في المكان والفرش، وبيدوا راحة ايه نفسية كده للعين كمان. بس كده خلصت الاوضه وكنستها زي ما انتم شايفين كده، ولمعت كل حاجه فيها اكننا نضفناها بالظبط وعملنا تنظيف عميق. هو بس كان ناقص تحت السراير يتشال، بس انا كنت لسه قريب شايلاه وعاملاه، ما لحقش يعني ان هو يتبهدل. بس كده خلاص الاوضه ايه بقت عندنا زي الفل كده رايقه. فرقت طبعا في الشكل وفي المنظر وفي كل حاجه وفي النظافه. هدوء كده ومفيش تراب، الدنيا نظيفه.
بس هما في نفس الوقت ما تقلناش على نفسينا، وورانا حاجة تانية هنقدر نعملها في نفس اليوم، اذا كان ورانا اكل، اذا كان ورانا اي حاجة. ف يعني ما تقلناش على نفسنا، ونقدر ان شاء الله نكمل بقية اليوم. انا بخلي اليوم اللي انا بشيل فيه التنظيف العميق ده بيكون قبلها عندي عامله اكل يكفي اليومين، عشان خاطر يبقى براحتي وما بقاش مستعجله، وايه مش جايه على نفسي ان انا ايه عايزه اخلص، لسه هعمل اكل، لسه مش عارفه ايه. لا، انا عندي الاكل وخلاص، هخلص وقت ما هخلص الشقه، بس الاكل موجود، وقت ما هيجوعوا هحط لهم الاكل ياكلوا. بس كده بقى، اخدت الملايات، دخلت حطيتهم في الغساله يعملوا دوره غسيل كده، على بال ما اخلص بقيه الشقه يكون هم ايه اتغسلوا، وانشرهم بقى ايه، عشان خاطر ما نركنش غسيل وتبقى الدنيا ايه حوالينا مكركبه بالغسيل وبالحاجه. لا، انا الغساله فاضيه، خدت شويه ملايتين كده، مش هكتر على الغساله برضو عشان خاطر ما يبقاش الغسيل تقيل عليها، وهحطهم كده ايه ياخدوا دورة الغسيل بتاعتهم على بال ما اخلص الاوضه التانية. انا ما عملتش الدنيا كلها، انا عملت بس ايه اوضتين. فكل كده يوم زي ما قلت لكم ناخد اوضتين، ناخد اوضه، ونكمل ايه بقيه اليوم بتاعنا كده ايه. تمام. ده هنا كانت بس الاوضه اللي هي اللي فيها السراير، كانت هي اللي عايزه تتنضف. برضه زي ما قلت لكم كده، التراب هو اللي بيبهدل الدنيا اكتر حاجه، بما اني كمان ساكنين على الشارع في عربيات وكده، فدايما تلاقي الايه التراب موجود. ودي مشكله الناس معظمها اللي موجوده، اللي ساكنه على شارع عمومي يعني. هنا برضو مسكت الدولاب كده، لمعته برضو بالفوطه دي، بتنجز معايا بصراحه حاجات كتيره قوي، مش محتاجه بقى ان انا امسك حاجه وانفض بيها. لا، هي بصراحه كده المسحه دي بتلمع كل حاجه وبتشيل اي تراب. انا بحس ان انا لما بنفض كده باي فوطه او اي حاجه، بحس ان التراب بيروح ويطير تاني ينزل على الحاجه زي ما هي. لكن انا عندي افضل ان انا امسح كده، بحيث ان الحاجه نتفت ولمعت في نفس الوقت، وفي نفس الوقت التراب ما طارش في الاوضه ونزل تاني على الحاجه بعد ما خلصت. بس كده لمعت كل الخشب اللي موجود في الاوضه، وبعد كده هشيل بقى ملايه السرير دي برضو هغيرها، هنفض كده السرير تنفيضه حلوه تمام. وبعد كده ايه هنفض هغير الملايه. لو انت بقى معايا لغايه دلوقتي، لو وصلت معايا لغايه دلوقتي في الفيديو، ما تنسيش يا حبيبه قلبي تحطي اللايك بالله عليكم، ما تنسوش، وتشتركوا معايا في القناه، وتلفي لك لفه كده في القناه، ان شاء الله هتلاقي حاجات حلوه قوي في القناه تعجبكم، بالذات الفيديوهات القديمه خالص هتلاقوا فيها روتينات حلوه ووصفات اكل برضو جميله. فان شاء الله يعني تلفي لفه كده في القناه، ان شاء الله هتعجبكم بامر الله. وما تنسيش تحطي اللايك لاختك يا حبيبه قلبي، وما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات صلى الله عليه وسلم. بس هنا خلاص بقى فرشت الملايه، ونكنس برضو كده بالمكنسة الكنسة الحلوة، وكده يبقى ايه احنا خلصنا الاوضتين عندنا. ما خدوش مننا وقت، والله ما خدوا فعلا وقت مني، يا دوب كل اوضه كانت خدت 10 دقايق ربع ساعه بكتير، تلميع وتنظيف وكل حاجه، والدنيا هاديه والدنيا جميله. طول ما انت ايدك في الحاجه ما تقلقيش منها خالص، وقت ما تحبي كده ايه تغيري بس حاجات بسيطه كده، هتلاقي الدنيا عندك رايقه ونظيفه. ويعني اعملي لنفسك كده جدول، يعني اعملي لنفسك جدول طول الشهر، كل يوم هعمل كذا، كل اسبوع هعمل كذا، كل شهر هعمل كذا. مش هتحسي ان البيت عندك مكركب خالص، ومش هتحسي ان البيت عندك مش نضيف خالص. دايما اتخلصوا من الكراكيب في اسرع وقت. مش هتحسوا ان الدنيا متكركبه عندكم، وهتحسوا ان الترويق عندكم كده ايه بمزاج وروقان. انا كده خلاص خلصت الفيديو بتاعي النهارده. قولوا لي بقى ايه رايكم فيه في الكومنتات. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديوهات الجايه. شكرا ومع السلامه.